بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الاول الاعدادي يا سنه اولى. كنت كتبتوا لي في التعليقات ان انتوا عايزين حل امتحان محافظه البحيره، رقم الامتحان 14 من كتاب الامتحان صفحه 85. اول سؤال عندي سؤال الخريطه، بيقول لي في رقم 1 عايز اقليم مناخي. شوف انا علمتك قبل كده ان في خط بيعدي في نص افريقيا مهم ولازم تحفظه واعمله اهو. ده خط الايه؟ الاستواء. اذا المنطقه اللي بتعدي في خط الاستواء هيكون فيها اقليم مناخي ايه؟ هيبقى الاستوائي فعلا وشبه الاستواء. يبقى لو عمل لي الرقم هنا وقال لي اقليم مناخي هقول له الاستواء وشبه الاستواء. لو عمل لي الرقم هنا وقال لي اقليم مناخي هقول له الاستواء وشبه الاستواء. لو عمل لي الرقم هنا وقال لي اقليم مناخي هقول له الاستواء وشبه الاستواء. طب رقم 2 بيقول لي منطقه ثوران بركاني، دي في قاره افريقيا ناحيه الشرق، شرق افريقيا. المنطقه دي اسمها الاخدود الافريقي العظيم، مهمه بتتكرر كتير قوي في الامتحانات. الاخدود الافريقي العظيم دي منطقه براكين وزلازل. طيب مسطح مائي، ده هو المحيط الهادي، ده هو المحيط الهادي. حتى هنا لو عامل الرقم هنا ده هو المحيط ايه؟ الهادي. طيب رقم 4 عامل لي سهم وبيقول لي رياح، بيقول لي رياح. دي رياح ايه؟ بص احنا عملنا خط الاستواء اللي في افريقيا، علمتك برضو ان في خط بيعدي في جنوب افريقيا اسمه مدار الجدي، انا معلمك كده. وعلمتك كمان ان في خط بيعدي في شمال افريقيا اسمه مدار ايه؟ السرطان، عشان هيفيدنا في الحل دلوقتي اهو. طب الرياح دي طالعه اتجاهها لفوق بعد مدار السرطان، تبقى رياح ايه؟ الرسمه اهي، ادي مدار السرطان طالعه بعد مدار السرطان والسهم طالع لفوق، يبقى دي رياح عكسيه جنوبيه غربيه. يبقى دي رياح عكسيه جنوبيه غربيه. عرفتها لما انت كنت فاهم دوائر العرض، وعملنا كده اهو اللي بيعدي في شمال افريقيا مدار السرطان، عملنا الخط كده لقينا السهم طالع بعد مدار السرطان اهو، ادي السهم طالع بعد مدار السرطان، فبقت رياح عكسيه جنوبيه غربيه. يبقى انا عندي اقليم مناخي الاستوائي وشبه الاستوائي، منطقه ثوران بركاني، الاخدود الافريقي العظيم، مسطح مائي الهادي، رياح عكسيه جنوبيه غربيه، بما تفسر حدوث الزلازل علشان 3 أسباب. 1 وجود ضغط كبير على بعض الأجزاء في القشرة الأرضية يؤدي إلى تشققها وتصدعها، انزلاق صخور القشرة الأرضية فوق بعضها البعض مسببا احتكاكا على طول خط السطح، تحرك المواد المنصهرة في باطن الأرض، بما تفسر حدوث نسيم البر ونسيم البحر. السطر ده هو أسباب حدوث نسيم البر والبحر، يحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء النهار والليل. ما العلاقة بين السدود والفيضانات والسيول؟ يتم عمل السدود لمواجهة مخاطر السيول والفيضانات، يتم عمل السدود لمواجهة مخاطر السيول والفيضانات، أو ممكن تكتب يتم عمل السدود من أجل التحكم في مخاطر السيول والفيضانات، نفس المعنى. اختر. ينتمي الساحل الشمالي في مصر إلى المنطقة المناخية هتبقى المعتدلة الدفيئة. إزاي؟ فين الساحل الشمالي لمصر؟ آدي مصر. الساحل الشمالي لمصر بيطل على البحر المتوسط، والبحر المتوسط من الأقاليم المعتدلة الدفيئة. يبقى أنا عرفت إن الساحل الشمالي لمصر بمناخه بحر متوسط. واخدها أصلا معلومة في الكتاب إن الساحل الشمالي لمصر مناخه بحر متوسط، ومعظم مناخ مصر صحراوي، لكن الحتة اللي في الشمال فوق مناخها بحر متوسط، والبحر المتوسط من الأقاليم المعتدلة إيه؟ الدفيئة. أي مما يلي يعد خطرا بيئيا؟ الرياح ولا المياه ولا الانهيارات الجليدية ولا التصحر؟ التصحر من الأخطار البيئية. تسقط أشعة الشمس عموديا طوال العام عند دائرة الاستواء. كارثة تحدث نتيجة تلف المحاصيل الزراعية بفعل الفيضانات. كارثة العشوائيات، المجاعات، التصحر، البطالة، الفيضانات بتعمل تلف للمحاصيل الزراعية، بتعمل ايه؟ المجاعة، بتعمل المجاعات. اهو يا سنة أولى، تلف المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى حدوث المجاعات، علشان هنا كده هنختار ايه؟ المجاعة. قارن بين المطر الإعصاري والتضاريسي. المطر التضاريسي
أسباب سقوطها اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبل فتصعد إلى أعلى فيبرد الهواء ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر. الأمطار الإعصارية أسباب سقوطها تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء فيصعد الهواء الساخن لأعلى فيبرد ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر مسحوب ببرق ورعد. يبقى أنا عندي تقابل هواء بارد مع هواء ساخن، مطر إعصاري مصحوب ببرق ورعد، اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبل، يبقى دي أمطار تقدر تصير. هنكتب ده وده. دلل بعض الأخطار الطبيعية لها فوائد عظيمة. إزاي؟ بيقول لي دلل حيث تؤدي دورا مهما في تحقيق التوازن الأرضي مثل البراكين عن طريق تكوين العديد من الجزر البركانية والهضاب البركانية وزيادة خصوبة تربة الأراضي القريبة من البركان، ومثل الفيضانات التي تعمل على تخزين خزانات المياه الجوفية وإزالة النفايات من مجاري المياه والأنهار وصرفها إلى البحار وبذلك يتم التخلص منها. طيب طالب قال لي يا مس أنا هكتب بس تؤدي دورا مهما في تحقيق التوازن الأرضي، تؤدي دورا مهما في تحقيق التوازن الأرضي. ماشي، بس أنا لازم أقول لك على الإجابة النموذجية الكاملة. اكتب بقى البراكين بتعمل إيه، الفوائد بتاعتها، واكتب الفيضانات كمان الفوائد بتاعتها، يبقى أنت كده إجابتك نموذجية وكاملة. تبذل حكومات الدول كثير من الجهود للحد من خطر الاحتباس الحراري. 1. ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر للطاقة متجددة ونظيفة، وقف إزالة الغابات والتحكم في الحرائق التي تنشب بها والتشجيع على زراعتها، إدارة المخلفات بطرق علمية لتقليل الانبعاثات الحرارية، زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد الانبعاث الحراري. صح وغلط. تنوعت موضوعات الأغاني عند المصري القديم، صح، كان في منها ديني ووطني وشعبي. لقب الإسكندر الأكبر بابن الإله رع، غلط، لأنه لقب بابن الإله إيه؟ آمون. يعتبر معبد الدير البحري من أكبر المعابد الجنائزية عند المصريين القدماء، صح، أنا عندي معبد الرمسيون ومعبد حتشبسوت بالدير البحري. غرب الأقصر إعداد المواطن الصالح يقوم على 3 دعائم، 3 دعائم، غلط، هم 4 دعائم، مكتوب لك في الكتاب الامتحان 4 دعائم. الدعائم الأربعة لإعداد المواطن الصالح، الأربعة. لو قال لك بقى في الامتحان 3 5 6 غلط، هم 4، 1 2 3 4. ما النتائج التي ترتبت على براعة المصريين القدماء في علم الكيمياء؟ توصلوا إلى صناعة الألوان والأصباغ والعقاقير والأدوية من الأعشاب. السؤال ده اتكرر كتير. نتائج معركة أكتيوم البحرية، 3 نتائج. كليوباترا السابعة 1 ولاية بطلمية. انتصار أكتافيوس. 2 انتحار أنطونيوس وتبعته كليوباترا السابعة. 3 أصبحت مصر ولاية رومانية مش بطلمية، أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. بنكتب 1 و2 و3، والسؤال ده اتكرر كتير. وأصبحت مصر ولاية رومانية. ما المقصود بالجامعة وما المقصود بمعابد الآلهة؟ جامعة دار للعلم يدرس فيها العديد من التخصصات المختلفة العلمية والأدبية. هتلاقي تعريف الجامعة في دولة البطالمة عند الحياة الثقافية، صفحة 176، ده التعريف. تعريف معابد الآلهة: هي معابد يتم فيها إقامة الشعائر وتقديم القرابين للآلهة، أشهرها معبد الكرنك، الأقصر، وأبو سمبل. هنكتب الجزء ده. صوب ما تحته خط. عرفت الكتابة الديموطيقية بالخط المقدس؟ لا، دي اسمها الكتابة الهيروغليفية. تم الفتح الإسلامي لمصر على يد خالد بن الوليد؟ لا، على يد عمرو بن العاص. ضمت الطبقة الأولى في المجتمع المصري القديم الوزير وأسرته؟ لا، فرعون وأسرته. دلل امتزجت الديانة المصرية القديمة مع الديانة الإغريقية في عصر البطالمة.
حيث ظهرت عبادات جديدة في عهد البطالمة مثل عبادة سرابيس، وأقاموا له معبد السرابيوم في مدينة الإسكندرية. يبقى نقول كده ظهرت عبادة سرابيس وهي مزيج بين الديانتين المصرية والإغريقية، وقد أقاموا له معبد السرابيوم في مدينة الإسكندرية. المهم إن أنت تكتب عبادة إيه؟ سرابيس. كان لمدينة الإسكندرية دورا مهما في نشر الدين المسيحي، حيث تم تأسيس مدرسة الإسكندرية للتعليم المسيحي، وبعدين تكتب السطرين دول اللي هي أهميتها، هتكتب السطرين دول. يبقى احنا هنكتب تم تأسيس مدرسة الإسكندرية لتعليم الدين المسيحي، حيث تخرج منها العديد من رجال الدين المسيحي كالقساقفة والبطارقة، أعطت لبطارقة الإسكندرية مركز الزعامة الدينية والعلمية في العالم المسيحي كله. يبقى احنا هنكتب العنوان ده اهو، تم تأسيس مدرسة الإسكندرية لتعليم الدين المسيحي، وبعدين نكتب السطرين دول. لمن تنسب الأعمال الآتية: نشر المسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي القديس مرقس صاحب قانون الطفو أرشميدس، نقل عاصمة الإمبراطورية الرومانية من روما إلى بيزنطة، ده قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين. ما تنساش يا سنة أولى اللايك الجميل بتاعك، وتشترك في القناة، وتعليق جميل منك، لأن ده بيساعد قناتي إنها تكبر، وقناتي دايما بتكبر بيكم، وربنا معاكم يا سنة أولى.